سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت باش نصايب زيت اللوز اللي كنستعملوه في التجميل. هنا عندي اللوز بوحدو، غادي نطحنوه هنا في الطحانه ومن بعد ندوز باش نخرجوا الزيت هنا في هذه القصريه. المهم هنا غنديروا اللوز. سمحوا لي راه ما عنديش فاش نحط الكاميرا، راني شاده غير بيدي، غنخدم بيد وحده. ونطحنوه. المهم البنات انا غادي نطحن هذا حيت ما نقدر نخدم بيد وحده، ونرجع نوريكم كيفاش كنطحنوا، يعني شحال خاصو يتطحن. اوكي، انا بعد ما طحنته يجي على هذا الشكل هكا، يعني ما كيجيش عجينه ولكن مطحون. المهم مطحون، ما يبقاش فيه دوك الحبيبات حرشين هكا. المهم مثلا نكمل هذه الكميه اللي عندي هنا، بوي عندي هذه هنا، ومن بعد نوريكم كيفاش نخرجوا الزيت. وهنا كملت الطحين كامل، شفتوا كيفاش جا على هذا الشكل. المهم انا كملت الكميه اللي كانت عندي هنا باش نستعمل التجميل. اما هذه اللي هنا عاود تفكير، غادي نخليها ناكلها من بعد. طبيعه الحال ما ناكلش كامله، ناكل منها. المهم هذا كافي. دابا ندوزو نخرجوا الزيت. المهم بعد ما نجمع هاد الروينه اللي خليتها هنايا قبل ما تجي ماما تحيي عليا وتجري عليا من الدار، انا عندها دابا في الدار. ودابا نبداو التخلاط. هاد المعلقه هنا عندي مسخون، وغادي نزيدو شويه المسخون، غير شويه، ونبداو نزيدو المسخون. الماء يكون سخون، ما يكونش حامي بزاف، يكون غير دافي. نبداو نزيدو شويه بشويه ونبداو ندلكوه مزيان باش هكا يخرج الزيت. ماشي مشكل الا بان لكم شي صبع هكا الفوق، هذاك راه صبع ايد ماما شدات لي الكاميرا وما شدتهاش لي مزيان. المهم جات الصوره واضحه، ماشي مشكل. المهم ندلكو شويه شويه حتى يبدا يخرج الزيت. انا نخليكم حتى تشوفوا كيفاش غادي يخرج بشويه بشويه. بقاو نزيدو الماء حتى تجمع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا دابا. يعني دابا راه بدات كتجمع عجينه، ولكن حنا ما خاصناش نخليوها تعجن، يعني خاصنا نبقاو ندلكو حتى يتبدل اللون، بدا تخرج لنا الزيت. هانتوما تشوفوا انا طولت في الفيديو وزربت فيه غير باش تشوفوا يعني بشويه بشويه كيفاش كيخرج، حيت الا زربتوا عليه راه ما غاديش يخرج. خاصكم الصبر بزاف، انا نقول لكم من دابا قبل ما تجربوا خاصكم الصبر الا بغيتو تخرجوا الزيت. هو راه كيجي زيت طبيعي. انا كنستعملو بلاصه الكريمات في الليل، يعني انا وماما واختي كلشي كنستعملوه في الليل. هو راه كيجي زوين احسن من الكريمات. انا جربت كاع الكريمات غاليين ورخاص كلهم، حتى شي وحده فيهم ما جاتني مزيان مع وجهي، بوي غير كذوب وخسر الفلوس غير هكاك. اما زيت اللوز انا كنستعملو هو والفيتامين اي، يعني كيعطيو نتيجه للوجه ونظره للوجه، يعني ما تصوروش، يعني جربوها وردوا عليه الخبر. المهم هاد زيت اللوز هذا اللي كنستعمل، اللي كنخرج في الدار. اما اللي كتشريه غير هكا كينات باطل، يعني غير كترمي فيه فلوسك، ما عرف مناش مصايبينه، الله اعلم. المهم نكملوا بحال هكا حتى يبدا يخرج الزيت.
ودابا البنات راه هو بدا كيخرج الزيت. شفتوا راه هو تبدل اللون ديالو، مبقاش اللون ديالو كما كان في الاول، اللون ديالو ولا كحل ولا شويه قاصح. انا دابا غنزيدو غير شويه تاع الماء سخون، غير شويه باش يعاونو باش يخرج الزيت. وخاصكم شويه الصبر. قلت انا براتني يدي تبقى تبرك بالجهد باش يخرج الزيت. والماء ما تزيدوش كلشي دقه واحده، يعني زيدوا شويه بشويه باش يخرج لكم، باش يخرج الزيت. سمحوا لي دابا غادي نصوركم هادلك. كنت شاده لي ماما خرجت تجيب بنتي من عند البولميل، يلاه جات من لازيل، جات مرود. يلا غنزيدو شويه تاع الماء، غير شويه هكا. وهنا غادي نكملو الدليك. كما كتشوفوا راه بدا كيخرج الزيت. هانتوما غتشوفوا دابا كيفاش بدا خارج الزيت، راه بدا يخرج بواحد الطريقه عجيبه بحال اللي خوي شي زيت ولا شي حاجه، ولكن نو، راه هو يا زيت كيخرج من العجينه. يعني هذه ديروه في بالكم حيت بزاف ما كيتيقوهاش. هانتوما غتشوفوا انا خليت الفيديوهات هكا مطلوقين باش شي واحد فيهم ما يكذبني اولا يقول لي نو راك زدتي شي حاجه ولا انا ما زدت والو. راه كيما كنديروا لراسي كنديروا لكم حتى نتوما باش تجربوه وتشوفوا. شفتوا كيفاش بدا كيخرج يعني بلا ما نزيد حتى شي حاجه، يعني غير الماء كتبقى تزيدوا شويه بشويه حتى كيبدا يخرج الزيت. شوفوا كيفاش غادي يبدا يخرج دابا الزيت. ما تزيدوش الماء بزاف سينو غتضيعوه. شفتوا كيفاش كيخرج الزيت، يعني كيبدا يخرج بواحد الطريقه عجيبه. سبحان الله كيفاش كيبدا يخرج. هكا بس غير نعصر غادي يبدا هابط. المهم غادي نمشي بحال هكا، غادي نكمل، نبقى ندلك ونعصر حتى يخرج كاع الزيت اللي فيه. من بعد نصفيه في شي حاجه ونرجعوا نكملوا الفيديو. كما كتشوفوا راه كيولي قاصح بحال الحجره. يعني غير الصبر وصافي، غير صبروا ودلكوا مزيان راه كيخرج الزيت، مازال كيخرج فيه الزيت. شفتوا كيفاش انا كنضغط بصبعي والزيت مازال خارج. انا عاونتني ماما في الدليك حيت ما قدرتش، ضرتني يدي. بويلي ما كثرت، ما درتش غير شويه. انتما شوفوا مازال الزيت خارج، يعني مازال كنضغط والزيت خارج. المهم اللي بغات ديروا الله يصبرها وصافي. البنات هذا هو الشيء اللي قدرت نعصر، حيتاش ما قدرتش اكثر ولا قاصح بزاف. كما كتشوفوا راه ولا حجره، ما بقاش عجينه، يعني ما بقاش لوز، ولا قاصح بزاف ما تقدرش كاع تضغط عليه. المهم بنات هو هذا زيت اللوز راه مزيان بزاف للبشره. انا البشره ديالي دهنيه،
وكان تخرج عندي بزاف الحبوب في وجهي. جربت كاع الكريمات الغاليين وكل شيء، يعني غاليين ورخاص وكل شيء، حتى شي حاجه ما وفقات لي وجهي. المهم مع زيت اللوز والفيتامين اي، هذوك الفيتامين اي هذوك لي كبسولي الصغار، كناخذ وحده كنديرها مع 3 المعالق ديال زيت اللوز، وكنخلطهم وكنبقى نديرهم في الليل قبل ما نمشي نعس، ووفق لي بزاف لوجهي. كنتمنى تجربوها بلاصه الكريمات بلا ما تبقاو تلوحوا فلوسكم غير هكاك، ونتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا.